هنعمل بيتزا بعجينة طرية وناجحة جدا. كيلو دقيق ومعلقة ملح ومعلقة خميرة ونص كوباية لبن رايب، وممكن زبادي، ممكن بالمية بس نعجنها، مش شرط لبن ولا زبادي. والمية بنزل بيها بالتدريج لحد ما العجينة بتلم معايا، علشان كل نوع دقيق بيبقى مختلف عن التاني. وما بتبتدي تلم معايا العجينة بنزل بشوية زيت، حوالي ربع كوباية أو معلقتين زيت. بنعجنها كويس ونسيبها لحد ما ترتاح حوالي نص ساعة. هنعمل صلصة البيتزا بس هنعملها مشوية على النار، فلفل حامي أو بارد وطماطم وفصين 3 توم وواحدة بصل صغيرة. هنسيبهم على النار لحد ما يتشووا، وبعد كده هنشيل القشرة السوداء وهننزل بيهم في الخلاط نضربهم كويس. هناخد الصوص نحطه على النار وعليهم معلقتين صلصة جاهزة. هنحط مكعب ماجي وعليهم معلقة ملح ومعلقة زعتر وربع معلقة فلفل اسود. هنقلبهم كويس ونسيبهم يغلوا 5 دقايق على النار. وهنفرد العجينة في الصينية، تبقى سمكها مش تخين، تبقى رفيعة، تبقى احسن زي الجاهزة. وهنوزع عليها الصوص بتاع البيتزا. هنحط الحشوات اللي احنا حابينها، وهنكون مقطعين خضار فلفل وطماطم، وننزل عليها بالجبنة الموتزاريلا وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما العجينة تستوي والجبنة تسيح. وبعد ما استوت طلعناها من الفرن وطلعة طرية جدا وطلع معانا مظبوطة زي الجاهزة. وبألف هنا وشفا ورب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك.